ازاي التزم بعادة القراءة، وخصوصا ان انا اصلا ما بحبش القراية. اللي هقوله لكم في الفيديو ده هو كان السبب في التزامي بعادة القراءة خلال السنة دي او السنين اللي فاتت، والحمد لله ان انا قريت عدد انا راضيه عنه. لكن قبل ما ابدا بالفيديو يا ريت تعملوا لي سبسكرايب، انكم تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، وكمان تعملوا لي لايك لان ده بيشجعني ان انا اكمل وبعرف انكم مهتمين بالحاجه اللي انا بقدمها. وكمان تقدروا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا. كل اللينكات تحت هتلاقوها في الديسكربشن بوكس. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نشوف ازاي نلتزم بعادة القراءه. قبل ما اقول لكم ايه هي الطريقه اصلا اللي المفروض تستخدموها في القرايه، خليني اشوف هل انا استخدمت الطريقه دي ونجحت معايا، وهل قريت عدد الكتب اللي انا كنت المفروض اقراها السنه اللي فاتت. الهدف اللي انا كنت كاتباه السنه اللي فاتت هو ان انا اقرا 15 كتاب و6 روايات. فتعالوا نشوف انا قريت كام كتاب وكام روايه. نيجي اول حاجه للروايات، وكانت كلها باللغه الانجليزيه، وده كنت الهدف اصلا اللي انا حطاه. فالروايات اللي انا قريتها هي Shatter Me و Ignite Me, The Sun is Also a Star, Breathless, We Were Liars, It Ends With Us, Ugly Love, November 9, The Unhoneymooners, A Good Girl's Guide to Murder, One of Us is Lying. في 4 أنا قريتهم ولكن ما كملتهمش: Song of Achilles, 12 Reasons Why, Such a Fun Age, Wilder Girls. نيجي بقى للكتب اللي أنا قرأتها: العادات الذرية، الأب الغني والأب الفقير، قوة الآن، ستيف جوبز، محاط بالحمقى، جلسات نفسية، خروج عن النص، كوني صحابية، قضايا المرأة بين التقاليد الوافدة والراكدة، لا تقتل الطفل في زوجتك، مدرسة محمد. ضلي كتابين المفروض ان انا اقراهم خلال الشهر ونص اللي جايين. فانا قريت حوالي 11 رواية و11 كتاب، ولسه مفروض كتابين اقراهم خلال الفترة اللي جاية. يعني يعتبر الحمد لله حققت الهدف ده. فخليني بقى اقول لكم هي ايه الطريقة اللي تستخدموها علشان تلتزموا بعادة القراءة. مع بداية كل سنة انا لما بكتب هدفي ان انا عايزه اقرا، ما بكتبش ان انا سنة 2022 او سنة 2023 عايزه اقرا. لا، بعمل ايه؟ بعمل ان انا مع بداية كل سنة بكتب عدد الكتب اللي انا عايزه اقراها واسمائها، وكمان بشتريها. لان دايما كلنا عارفين طبعا مع بدايه كل سنه بيبقى فيه عروض كويسه جدا معموله على الكتب. دي حاجه بجد تحفزكم انكم تبداوا تشتروا كتب، وتشتروها من اول السنه، وتبداوا تحطوها قدامكم على الرف، بحيث انكم دايما تبقوا فاكرين ان في هدف قدامي انا لازم احققه. فخلوا دايما ان الهدف اللي انتوا عايزين تعملوه في حياتكم ان هو يبقى هدف محدد بشكل كبير جدا على قد ما تقدر. بالظبط اول ما يخلص الفيديو تروحوا وتجيبوا ورقه وقلم وتقعدوا لمده نص ساعه تكتبوا فيها عدد الكتب اللي انتوا عايزين تقروها السنه دي، تكتبوا اسماء الكتب دي، ولو تقدروا انكم تشتروها او تشتروا على الاقل جزء منها. ولكن خلوا بالكم من حاجه، انتوا بتكتبوا الهدف بتاع القراءه انكم لازم تكونوا منطقيين في الهدف انتوا بتكتبوه. يعني ما يكونش انتوا اصلا اشخاص بقالكم فتره طويله جدا ما قريتوش، تيجوا السنه دي تحطوا انا هقرا السنه دي 20 كتاب. لا، خليكم منطقيين في الاهداف اللي انتوا بتكتبوها. لو انتوا ما كنتوش متعودين انكم تقراوا، يبقى مثلا خلوا كل شهر كتاب. يعني انا هقرا 12 كتاب السنه دي، كمان ممكن تلغوا مثلا الشهور اللي بيبقى فيها امتحانات، وتشوفوا عدد الكتب اللي هتقدروا انكم تقروها. فلازم حاولوا على قد ما تقدروا انكم تخلوا الهدف اللي انتوا هتكتبوه يكون منطقي وكمان محدد. الحاجه التانيه بقى اللي بعملها واللي بتساعدني بشكل كبير جدا ان انا ما اسرحش في الكتاب، وان انا اقول ان انا هخلص الكتاب ده في الشهر ده، الاقي ان انا اخدت الكتاب ده في الشهر ده وفي الشهر اللي بعده وفي الشهر اللي بعده، واسرح بقى. فايه اللي بدات ان انا اعمله علشان اتجنب الموضوع ده؟ كل اللي انا بعمله ان انا مع بدايه كل شهر بشوف ايه هي الكتب اللي انا هقراها، وانا بقرا مثلا كتابين في الشهر، فبخلي كتاب للاول اسبوعين وبخلي كتاب لتاني اسبوعين. يعني عندي حوالي 14 يوم لقرايه الكتاب ده. بفتح الكتاب واشوف عدد صفحات الكتاب قد ايه، وابدا ان انا اقسم عدد الصفحات دي على عدد الايام. شوف ايه عدد الصفحات اللي انا هقراها كل يوم مفروض من الكتاب ده، وابدا ان انا اجيب التودو ليست واكتب بقى ان انا النهارده هقرا العدد المعين ده من الصفحات. في التودو ليست بتاعت كل يوم بكتب ان انا في عدد صفحات معينه لازم تتقري. ده بيساعدني بشكل كبير جدا ان انا بحس كده ان هو لازم في عدد صفحات اقراها النهارده. وطبعا زي ما انتم عارفين اكيد عدد القراءه هي مش بكم الكتب اللي بتقراها انت، بكيفيه الكتب اللي انت بتقراها. ولكن الواحد لما بيسيب الموضوع عايم كده بجد ما بيعملش اي حاجه. انا مثلا لما ببقى شايفه ان الكتاب اللي انا بقراه حاليا قيم جدا ولازم ان انا اقراه بشكل واعي وبتركيز، كل اللي انا كنت بعمله ايه؟ ان انا بخلي الكتاب ده مثلا اقسمه على شهرين، بس معاه بقرا كتاب تاني مثلا، او بقرا كتابين تاني كل اسبوع، او كل اسبوعين بقرا كتاب تاني ولكن كتاب بسيط، روايه مثلا
او كتاب بسيط، ولكن الكتاب اللي بيبقى فيه معلومات قيمه ببدا ان انا اقسمه على فتره أطول. الحاجه الثالثه بقى واللي ساعدتني بشكل كبير جدا، وهي تقريبا كانت السبب ان انا التزم اصلا بعاده القراءه، هو انك لازم يكون عندك ناس في حياتك مهتمه بعاده القراءه. انا للاسف ما عنديش حد في حياتي اصلا مهتم بعاده القراءه خالص، ولكن السوشيال ميديا فيها ناس كتير جدا بتعمل لك ريفيوهات على الكتب، بتعمل لك تلخيصات للكتب، بتعمل لك ترشيحات للكتب. فرجتك على الحاجات دي او متابعتك ليهم على مواقع التواصل الاجتماعي بجد بتلهمك بشكل كبير جدا انك تلتزم بعادة القراءة بشكل كبير جدا. كل ما تبقى تحس نفسك خلاص بدأت تسحب كده من القراية، لا وتبدأ انك تخش عند الناس دي وتبدأ انك تسمعهم، فبالتالي يرجع لك شغفك في القراءة مرة تانية. او تقدروا انكم تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام، انا هناك بنزل الكتب اللي انا بقراها كل شهر، وان انا ماشيه فيها، وان انا خلصتها، وان الكتاب ده عجبني او ما عجبنيش. وهتلاقوا كمان في الهايلايتس عندي سيكشن للقراءه لو عايزين ترشيحات للكتب اللي انا قريتها. هتقدروا كمان تروحوا تعملوا لي فولو، اللينك هتلاقوه تحت في الديسكربشن بوكس. لازم لما تبدا تقرا في حاجه انت مهتم بيها. ناس كتير جدا بتكون عايزه مثلا تبدا قراءه، و مثلا هي اكتر حاجه بتحب تقراها او اكتر حاجه بتحس انها فيها شغف كده هي وبتقراها هي الروايات. ناس كتير جدا بقى تطلع تقول لك ان قرايه الروايات اصلا ما تنفعش، قراءه الروايات دي تضييع للوقت، قراءه الروايات دي ملهاش اي 60 لازمه، وفي ناس وصلت معاها ان قراءه الروايات حرام. انا الصراحه معرفش كل الموضوع ده، ولكن قراءه الروايات هي المدخل الاساسي بتاع اي حد داخل يقرا. مفيش حد بيبقى داخل علشان يقرا ويتثقف يبدا بالكتب، كلنا بنبدا بالروايات، وكلنا الروايات هي اللي ساعدتنا اصلا ان احنا نخش في عاده القراءه دي او ان احنا نلتزم بالقراءه. وساعات كتير جدا الواحد بيبقى عايز يرفه عن نفسه، فانا صراحه معرفش، ولكن هي الروايات من اول الحاجات اللي انا ساعدتني ان انا التزم بعاده القراءه الصراحه، ولولا الروايات انا ما كنتش تقريبا هلتزم بالعاده دي. دايما حاول انك مع بدايتك انك تعمل اي حاجه، تعمل حاجه انت محببه ليك قدر الامكان. بتحب تقرا في الروايات ابدا بالروايات، بتحب تقرا ادب، شعر، اي حاجه انت بتحب تبدا تقرا بيها او بتحب تبدا بيها ابدا بيها. وبعد كده شويه شويه ابدا دخل بقى الكتب في المجالات اللي انت بتحبها طبعا الاول، وبعد كده بقى وصولا لانك تقرا في كل المجالات. طبعا دي لسه حاجه انا للاسف انا كمان لسه ما وصلتلهاش، لسه بحاول السنه الجايه ان انا اقرا حاجات متنوعه اكتر، وان شاء الله انا هحط لكم الليسته بتاعه الكتب اللي انا عايزه اقراها للسنه الجديده، فتقدروا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان هنزلها هناك. بس كده تقريبا يكون كده خلص الفيديو. لو الفيديو عجبكم تقدروا انكم تعملوا لي سبسكرايب بانكم تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، وكمان تعملوا لي لايك لان ده بيشجعني ان انا اكمل واعمل فيديوهات اكتر. وكمان تقدروا انكم تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام. عايزه الكل بقى يكتب لي تحت في التعليقات هي ايه الكتب اللي هيقراها للسنه الجديده، يعمل لي لسته كده في التعليقات. وبما ان الفيديو ده هيكون دايما قاعد، فعايزاكم ترجعوا بعد السنه الجديده بعد ما تخلص وتشوفوا هل انتوا قريتوا كل الكتب اللي كتبتوها تحت في التعليقات ولا لا.